أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا اقتصادية وهتعجبكم إن شاء الله، وهتنفعنا قوي في شهر رمضان، لأن رمضان شهر الخير بيبقى دايما فيه بواقي أكل ممكن اليوم اللي بعده نستعملها. لو أنا عندي بواقي رز من اليوم اللي قبله وخضروات بستعملها على طول. لو ما عنديش رز ممكن أعمل رز مسلوق، بحط مية في الحلة وبحط عليها شوية زيت، حوالي معلقتين كبار ومعلقة كبيرة ملح. لو أنا هستعمل كوبايتين رز بحط معاهم 3 كوبايات مية. المية بتبقى كتيرة شوية، بتبقى أزيد شوية. بعد ما بنحط الرز بنقلبه وبنهدي النار وبنسيبه يستوي، تقريبا بياخد ربع ساعة. بعد ربع ساعة بنشوف، بنختبر الرز، هنلاقيه استوى، بنطفي عليه، بنحطه في مصفى عشان يوقف السوا، ما يتهريش وما يلزقش اكتر، ولو في بواقي مية تتصفى. ونقلناه للمصفى. دلوقتي هنبتدي بقى نشوف باقي مكونات الوصفة. لو عندك خضار من اليوم اللي قبله ممكن تصفيه لو هو مسلوق من الشوربة بتاعته أو من الصلصة وتستعمليه على طول. لو ما عندكيش ممكن تستعملي خضروات فروزن أو طازجة زي ما تحبي. أنا هنا عندي بستخدم بصل أحمر، ممكن تستعملي بصل أبيض وبصل أخضر، قطعت الجزء الأبيض لوحده والجزء الأخضر لوحده، وكرفس وفاصوليا وجزر وتوم متقطع وفلفل وذرة صفرة. لو ما فيش ذرة صفرة ممكن تستعملوا الذرة البيضاء عادي، تفرطوها يعني تفرطوها وتسلقوها، تحطوا لها معلقة سكر وهي بتتسلق وتصفوها وتستعملوها على طول في الوصفة. الخضروات دي هنعمل فيها ايه؟ هنشوحها كلها على النار. لو كانت الخضروات مستوية من اليوم اللي قبله مش هنشوح، يعني مش هنقعدها كتير على النار، بتتقلب تقلبتين كده بعد ما بنحمر البصل شوية. هو البصل احنا بنقلبه على النار بس مش كتير، لحد ما تظهر ريحته ويبقى لونه شفاف زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. الطاسة على النار هنحط عليها زيت، يفضل لو زيت عباد شمس، ممكن تحطوا زبدة أو سمنة زي ما انتوا عايزين. بنحط البصل وبنقلبه، ما بياخدش وقت كتير، احنا مش عايزينه لونه يتغير، يعني عايزين نقلب البصل بس لحد ما تبتدي ريحته تطلع. بعد ما خلاص بيبتدي يدبل وريحته تطلع بنحط له الثوم المقطع وبنقلبه تقليب خفيف كده لمدة ثواني. بعد كده بنحط الخضار تباعا على حسب الخضار اللي بيحتاج وقت أطول بنحطه الأول. طبعا لو الخضار مستوي كله بنصفيه وبنحطه زي ما قلت لكم، بس بنحط قبلها فلفل وكرفس. أنا حطيت الجزر وبعدين الفلفل، يعني كل حاجة بتاخد وقت قليل، بس الجزر يمكن أنا قلبته لمدة دقيقتين الأول. بنحط بعد كده البصل الأخضر، ده الجزء الأبيض من البصل الأخضر، ودي الأوراق بتاعته الخضرة تدي ريحة وطعم حلوين قوي. بنحط بقى الفاصوليا والذرة لأن دي بتبقى مسلوقة فمش محتاجة تاخد وقت على النار. وآخر حاجة بحط الكرفس، بنقلبه كويس. خلاص بعد ما الخضروات اتشوحت هنحط اللحمة اللي هي بواقي اللحمة من اليوم اللي قبله. أنا قطعتها حتت صغيرة عشان تبقى على قد المعلقة كده، وبنقلبها مع الخضار شوية لحد ما كل حاجة تاخد ريحة بعضها وتبقى متجانسة.
بنقلبها شوية، يعني مش بتاخد وقت كتير، يمكن 5 دقايق. بعد ما انتوا شايفين كده بقت متجانسة، بنحط لها حوالي معلقة صغيرة ملح، ده عشان بس الخضار، لان اللحمة اوريدي فيها ملح والرز متملح. بنرجع الرز مرة تانية للحلة او كسرونة، وبنحط عليه الخضروات اللي احنا شوحناها مع اللحمة، وبنقلب. طبعا اللحمة وهي بتتعمل بنبقى حاطين لها فلفل اسود، فمش بنحتاج نحط فلفل اسود تاني. بعد ما بنقلبها كويس بنبتدي نغطيها ونسيبها على النار بس عشان الروايح تندمج مع بعض. بنسيبها حوالي 7 دقايق. بعد كده بنحط عليها الصويا صوص، حوالي 2 معلقتين من صوص الصويا. هي الصويا دي تعتبر سعرها مش غالي، زيها زي اي توابل تانية. بتجيبي ازازة بتستعملي منها 1 معلقة او 2 معلقتين لما بتيجي تستعمليها، وبتقعد معاكوا فترة طويلة، يعني ما تحسوش ان دي تبذير. بعد ما خلاص قلبناها كويس بتتقدم وخلاص. أكلة ما بتاخدش وقت وبتبقى طعمة جدا وتغيير، ومحدش هيحس ان دي بواقي أكل أو حاجة فاضلة من قبل كده، وهتعجب الأطفال قوي قوي، خصوصا لو فيها ذرة وفيها ألوان حلوة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي لو كنتوا ما اشتركتوش لسه، تدوسوا على علامة سبسكرايب اللي لونها أحمر تحت، وفي علامة الجرس ياريت تدوسوا عليها عشان يجيلكم إشعار لما أنزل فيديو جديد. ولو ليكم أي تعليقات ياريت تكتبولي في الكومنتات تحت، لأن أنا بحب أقرأ تعليقاتكم. ولو ليكم أي طلبات اكتبولي في التعليقات، وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.